امبارح عملوا قرار كويس جدا ان المعونات اللي بتخش اسرائيل غزه تبقى تحت سيطرتهم ومش تحت سيطره نتنياهو. نتنياهو كان بيحاول تجويع اهل غزه، ضربوا يا راجل جميع مواسير الميه، حتى ابار الميه اللي كانوا بيسقوا منها الزيتون والتين ضربوها. فهيروحوا فين؟ هيروحوا ياخدوا يشربوا ميه من البحر. كل ده عشان يجبرهم يروحوا فين؟ مصر. وعشان كده برضو لازم نقول ان مصر عملت ايه. مصر عملت محطتين تحليه ميه في رفح ومدت الميه للفلسطينيين اللي جوه. عملت 3 مخابز عيش الجيش عملهم وبتطلع كل يوم 500,000 رغيف. عشان كده مصر هي كل حاجه. مصر اللي بتعمل، مصر اللي بتأمن، مش مصر مش انت فاهم. انا كنت سمعت حضرتك بتقول ان تقريبا 80% من و80% من المساعدات اللي دخلت جوه مصريه. لازم تفهم كده. و80% من قوت الشعب المصري، الدقيق بتاعنا والرز والشاي والسكر دخلناه. كل ده عشان القضيه الفلسطينيه. الرئيس برضو اول ما الاخ ترامب مسك قال لك عايزين نهجر الفلسطينيين بتوع غزه يروحوا مصر. طبعا الرئيس قال لا تهجير، لا للتهجير. ودي كان اول واحد رئيس عربي او في العالم يقول لترامب لا. خلاص. طب لا ليه؟ لان اي دوله في العالم عباره عن حته ارض عليها شعب ونظام ملكي او جمهوري. لما انت تاخد الشعب ما فيش دوله. فاذا بعد اللي احنا عملناه ده كله وحاربنا من سنه 48 جاي تقول النهارده احنا نصف القضيه الفلسطينيه؟ ده واحد. الناس بقى في الشارع تقول لك الله انتوا زعلانين ليه؟ طب ما انتوا عندكم 10 مليون لاجئ النهارده، هتفرق معاكم 1.5 مليون؟ طب افرض خدنا الفلسطينيين دول حطيناهم في سيناء، واحد منهم راح ضارب صاروخ على اسرائيل، اسرائيل هتضربني؟ انت دخلت في حرب واحنا لا، مش عايزين حرب. النهارده استراتيجيه مصر السلام خيار استراتيجي. ال10 سنين اللي فاتت اللي احنا قعدناهم في سلام، شفت اتعمل ايه في مصر؟ شفت اتعمل ايه؟ النهارده انت بتعمل 2.5 مليون فدان جداد. من ايام محمد علي ما اتعملش الكلام ده. بلاش الجامعات، السيسي يوم ما استلم من 10 سنين كانوا 50 جامعه، النهارده 150. انا في كل حاجه بقى بتتكلم بقى، انت فاهم. فاحنا عايزين سلام. بقول لك في مصر السلام خيار استراتيجي، احنا عايزين السلام. انما اسرائيل كل يوم بتصوت بقى الجيش المصري كبر، الجيش المصري كبر قواته في سيناء، ده بيطور المطارات، ده لان احنا السلام لازم قوه تحميه. لو انت عندك عايش في سلام ومفيش قوه تحميك هتتاخد. ندي مثال. اسرائيل النهارده لبنان عندها البلوك رقم 9 في المياه الاقتصاديه في البحر. في بيرين غاز خدتهم مين؟ اسرائيل. وبتستخدمهم وبتبيع. طول ما انت قوي طبعا محدش يقرب لك. فعشان كده النهارده يقدر حد يخش لظهر ولا ما يقدرش. انت عندك 6 قوه بحريه في العالم. لما قعدوا الرئيس جاب بقى المسترال والرافال. جبت المسترال ليه؟ عشان تبقى قوي. احنا مش عايزين نحارب، لكن ده بنسميها في الجيش عندنا الردع. تمام؟ ديترانس اللي هو المصطلح بتاعه. الردع ده حاجتين، ردع عباره عن معنوي وردع مادي. ايه المادي؟ فاكر لما 20 مصري اتذبحوا في ليبيا؟ فاكر. بالليل عملنا ضربنا والصبح دخلت الصاعقه على ال3 معسكرات، قتلت ودبحت وقتلت كله وخدنا اسرى. من يومها في حد مس مصري؟ لا، لان ده القوه الماديه. المعنويه هي تبقى قوتك موجوده، محدش يقرب لك، عارف انك عندك وعندك 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 اقوى قوه عسكريه عربيه، اقوى قوه عسكريه في افريقيا، تاني قوه عسكريه في الشرق الاوسط دي كلها. فخلاص. فعشان كده بنقول دايما ان السلام يجب ان تكون له قوه تحميه، والا انت ضعيف. فكل ما جيشك يبقى اقوى كل ما السلام يعم على ارضك واللي حواليك ياخدوا رايك ويسبح لك قوه مسموعه في المنطقه. عشان كده لما جه اختار شرم الشيخ للسلام الرئيس الامريكي ما كانش اهبل، لا هو عارف ان مصر اقوى قوه بشعبيتها، بالبوبوليشن التعداد بتاعها، بسيطرتها، بالمكان بتاعها بتاع المنطقه بيسميه فانت بالتالي انت حق ان تكون. وذاك انا ايامها قلت ان مصر عادت لها الرياده من هذا السيد الرئيس. مش كده السيد الرئيس قال لا للتهجير وما تنفذتش. الرئيس الامريكي قال له تعالى لي
ما راحش. نمرة 3 جاء ترامب قال لك انا هدخل المراكب الامريكيه في قناه السويس مجانا، بس لا، ثاني يوم مركب دخلت تدفع $10,000. لما انت يجي رئيس بتاعك ويقول 3 لقات لرئيس امريكا ده قصه. يعني وبعدين يجيبه وبعدين يجي ويجي عنده لا